وصلوها جلال حسن. إذا قدرت يا كابتن جلال تحافظ على شباكك نظيفة. شوف السيد جلال، عليك الله لا تخلي مبابي يقول علينا. أبو عناد صاحب محل لبيع المصبوغات الذهبية سبق أن أهدى اللاعب أيمن حسين وعلي الحمادي هدايا ثمينة مماثلة بعد تسجيلهما هدفين في شباك بوليفيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. ها هو اليوم يعد الكابتن جلال حسن أيضا بآيفون مطلي بالذهب، وليس هذا فحسب بل وعد حكام كأس العالم بهدايا ثمينة أيضا وقيمة في حال احتساب ركلة جزاء لصالح منتخبنا باستثناء حكم واحد، يمكن هو علي رضا أفغاني لو أنا غلطان. وصلوها جلال حسن. إذا قدرت يا كابتن جلال تحافظ على شباكك نظيفة بمباراة المنتخب العراقي والمنتخب الفرنسي، فهذا راح يكون هدية من عندي إلك أسوة بالكابتن أيمن حسين وعلي حمادي. اليوم نقدم للحارس جلال حسن. إذا قدرت تحافظ على شباكك نظيفة لعيون المنتخب الوطني العراقي، أي حكم ينطينا ضربة جزاء بكأس العالم إلى من عندي هاي الهدية. ومو بس هاي، هذني للمساعدين اللي وياه، لكن إلا حكم واحد ما أنطيه حتى هذا ال1000 دينار. أتحداكم تعرفون منو هذا الحكم.